طبعا مش محتاج اقول لك لو ما شفتش الاجزاء اللي فاتت من حكايه كازويا فروح شوفها الاول علشان تبقى فاهم الكلام على ايه. في نهايه الموسم اللي فات وقفنا لما كازويا وايشينو خلصوا شغل على الفيلم، وبعد طلوع الروح اتعرض في السينما، وبالرغم انه عجب الناس كلها لكن برضه بطلتنا كانت حزينه على موت جدتها قبل عرضه بحاجات بسيطه. لكن كازويا فضل معاها لحد ما بدات تفك شويه. المشكله بقى ان بطلنا العبيط لسه زي ما هو، لا هو عارف يعترف انه بيحبها ولا عارف يوفر فلوسه اللي عمال يدفعها لها، ولا حتى مركز مع روكا اللي ناويه تقتله. مقضيها هبل كده مع كل واحده شويه. النهارده مثلا صاحي كالعاده يصيح ان الجامعه كلها ارتبطت حرفيا، وهو عامل زي الكلب الدايخ كده والكل قرفان منه. وطبعا زي كل مره انا اللي لازم اتصرف. جاتك خيبه بقالك 3 مواسم بتقول كده، زهقتنا. المهم بلاش احنا كمان نحط عليه وخلونا نشوف يمكن يتغير. قام لبس ونزل الجامعه وقابل الواد كوري صاحبه، واللي شكله كده لسه راجع من المصيف باين علشان لونه متغير. وكالعاده قاعد يقول له يلا الشله كلها ارتبطت، مفيش غير انا وانت اللي محدش راضي يبص في وشنا. حتى بص البنت صاحبه ايشينو بدماغ تعبانه دي ماشيه مع واحد. فقال له انت يا ابني مش قلت انك هتعترف لها باللي جواك؟ ما عملتش كده ليه؟ انا اخر مره سايبك معاها لما كنا على المركب والدنيا كانت حلوه. فقال له بس اخرس لحد يسمعك، هقول لك على اللي حصل بعدين. فجاه كده لقوا ميني جايه واتصدم انها تعرف كوري كمان. يا عيني الواد مش ملاحق، يعني دلوقتي هما الاتنين يعرفوا بعض ويعرفوا بموضوع التطبيق، وصاحبنا شكله هيتفضح في البلد كلها. المهم هو سابهم يهبلوا مع بعض وراح يشوف شغله، اصل المدير مسلفه فلوس ولازم يشتغل ويردها. طبعا اول ما وصل لقى مين في وشه؟ روكا عسولة الانمي اللي الكل بيحبها، وكالعاده فضلت تتمرقع عليه علشان يقول اي حاجه، لكن لا طبعا هو زي الحجر. وتعصبت اكتر لما عرفت بموضوع الفلوس اللي استلفها ده، لانها اكيد كان علشان يأجر ايشينو. فسحبت امه من التيشيرت دخلته جوه وقالت له بص بقى يا انت هتقول لي دي كانت مكتئبه وجدتها ماتت وعايزه اللي يحن عليها، هخبطك في وشك، ما تعمليش فيها شاعر مرهف الحس وحياة امك. فقال لها اهدي بس نهار ازرق، احنا في الشغل ولو حد شافنا كده هتبقى مشكله. لكن هي ابدا فضلت مصممه انه لو ما عوضهاش عن الفتره اللي فاتت دي واخدها رحله لاي مكان هتخلي ايامه سودا. البت عندها جفاف عاطفي والقلب اشتكى محتاجها اشتكى. كازويا طبعا قالها اشتكت ايه بس انا لا اكل، وبعدين انا بكلمك في اليوم 50 مره وبعتلك 200 رساله، عايزه ايه تاني؟ فراحت عكشاه من بطنه وقالت له لا مش كفايه، في عواطف واحاسيس محبوسه لازم تطلع دلوقتي. فقال لها يخرب بيتك روحي طلعيها على حد تاني انا مش ناقصك. وعلشان يخلص من صداعها فضل يطبطب على دماغها كده زي ما تكون كلب اليف مش عارف ايه ده، وقال لها في حمام مغربي كده جنب بيتي هبقى اخدك هناك. ففكرت شويه وقالت ماشي احسن من مفيش، بس عايزاك تتعلم شويه ازاي ترضي حبيبتك بدل ما انت حمار كده. فقال لها انا حمار؟ طيب يا ست شكرا خلينا انا احسن. وفضل حاضنها شويه كده ابن المحظوظه اللي مش عاتق. وفعلا بعد كام يوم راحوا مع بعض للحمام المغربي ده، واليوم عدى على خير من غير اي مشاكل. ومن جواه كان بيقول ربنا يستر لان البيت قريب وممكن التانية تمسكنا. ولسه يعني ما كملش تفكير لقى التانية بتقول له انها راجعه معاه للبيت ومن غير كلام، بدل ما هتلم عليه الشارع وتقول بيعكسها. فكازويا قال يا قلبي اللي هيقف، بتفكر في ايه الهبله دي؟ وفضل طول الطريق مضطر يسمع لها ويقول حاضر. عايزاه يتعلم ازاي يبين انه بيحبها؟ حاضر. مفاجآت وهدايا بقى والشغل ده؟ حاضر. ممكن بقى تمشي لاننا قربنا، والتانية بتبقى قاعده في البلكونه زي المخبرين. ولما وصلوا للبيت قال الحمد لله، لها بتضحك كده وبتقول له اشوفك بكره بقى، يعني خلاص الحمد لله هتمشي. طلع بسرعه يشوف هي ايشينو فين، لا تكون عملت في نفسها حاجه، بقالها فتره مش بتكلمه. ولسه بيبص في الرسايل لقاها بعتله رساله، ففضل يصيح في الشقه علشان بتقول له انها عايزه تقابله. بقالها كتير يا جدعان من اخر مره طلبت منه يتقابلوا كده ببلاش. فطبعا قال لها انا فاضي اي وقت يا قمر اللي انت عايزاه. فبعتت له لوكيشن كافيه يتقابلوا فيه يوم السبت. وهنا كان العبيط خلاص هيجيله سكته قلبيه. وفعلا يوم السبت من الصبح بدري راح قابلها، وكالعاده كانت مزه زي كل مره. لكن قبلها فضل يفكر هل يا ترى هتقول لي ان وحشتها وكده بقى ويلا بينا نرتبط، ولا هتطلع عايزه تروح السوق وعايزانا اشيلها الشنط. وفضل يصيح في الشارع كده لحد ما شافها واعتذرت له هي علشان الدعوه المفاجاه دي. اللي هو ما يعرفوش بقى انها كانت بتفكر فيه على غير العاده. كلام ميني ليها في اخر مره انه بيحبها بس مش عارف يقول لها ازاي، وكلامه لما كانوا بيصوروا الفيلم فكان واضح انها متلخبطه ومش عارفه تقول له ايه، وهم متدهولين على عينهم كده هما الاتنين. المهم الاتنين وصلوا الكافيه وفضلوا ساكتين. طب يلا يا ابني حد ينطق. فايشينو سالته انت عامل ايه مع روكا؟ بقالي كتير ما شفتكمش مع بعض. فقال لا عادي كل حاجه زي ما هي. ورجعوا تاني الاتنين باصين في الارض وساكتين. يا دي النيله، حتى كل اللي في الكافيه كانوا فاكرينهم لسه اول مره ينزلوا مع بعض ومكسوفين. فكازويا قال اعمل ايه؟ اقول لها وخلاص واللي يحصل يحصل، ولا هي كانت بتسال على روكا علشان مش عايزه تشوف وشي؟ بس لا اكيد هي طلبت تقابلني علشان حاجه. وتفاجئ انها بتديله جزء من الفلوس اللي صرفها على الفيلم علشان برضه الواد ما بقاش معاه فلوس. وهي برضه كانت متضايقه لانها حاسه انها بتقلبه.
فالتاني عمل لي فيها الواد الجدع وقال لها لا والله ما يحصل، وبعدين انت هتبقى نجمه كبيره زي ما جدتك كانت بتتمنى، وده اللي انا عايزه، واهم حاجه ان فضلت معاكي طول الوقت، وده اللي انا كنت عايزه برضه. فهي اتكسفت وقالت له خلاص الناس بتتفرج، وكانت متوقعه انه هيقول كده ومش هيرضى ياخد حاجه، فده اللي كان مفرحها، مش علشان الفلوس طبعا، علشان المشاعر وكده. مشاعر ده قلبت الواد الغلبان في يجي 50,000 لحد دلوقتي. ضابوه لو مسكوا حرفيا هيقطعوا على المصاريف دي. المشكله دلوقتي بقى انها هتمشي. ايوه، ايه المشكله؟ المشكله عند الاهبل التاني، هم كل شويه هيقابلوا بعض وخلاص من غير جديد، وبعدين يعني فتشجع وطلب منها يتغدوا مع بعض، ومن جواه كان بيقول يا غبي ادي اخره اللي يمشي ورا نصايح مني. اكيد هتقول لي لا وتحس ان رخم، لكن على عكس ما توقعوا قالت له انها موافقه. لا دي كمان اجلت الشغل اللي عندها علشان تروح معاه. فبسرعه مسك الموبايل وفضل يدور على اي مطعم قريب، لكن من حظه الزفت كل ما يكلم واحد يقول له مليان. قام رن على حد تاني بسرعه، ما هي اكيد المدينه الطويله العريضه دي مطاعمها ما اتزحمتش فجاه على حظه. فهي لما لقيته دايخ كده قالت له في مطعم اهو تعالى نجربه. وفعلا دخلوا المطعم وطلبوا كل حاجه، وفضلوا يدوها اكل وشرب لحد ما دماغهم بقت في عايز يشرب ويعمل دماغ الساعه 2 الظهر بصراحه. ومره واحده لها انفجر الضحك على الكلمه اللي مكتوبه على التيشيرت بتاعه، مع انها كلمه عاديه يعني، لكن خلاص ايشنو بقت فله من اللي هي بتشربه ده. فهو سالها هي ليه وافقت يعني انهم يتغدوا مع بعض مع انها كل مره بتقول لا. فقالت له عادي، وبعدين انا عايز اطلع من جو الكآبه ده بقى. ومن غير سابق انذار كده سالته هل هو بيحبها، فكازويا بص لها وزي ما يكون جاله خرس، اما نفوض من على الكرسي زي ما يكون اتكهرب الغبي ده، وقال لها ايه السؤال ده؟ فهي قالت له اخر مره لما كنا مع بعض قلت ان انا الحبيبه المثاليه لاي حد، كنت تقصدنا احنا صح؟ فقال لها لا مش بالظبط كده، وفضل يعرق ويتهته وما بقاش عارف يقول ايه. يا غبي، البت شاربه ومش في الدنيا فطلعت كل اللي جواها، وهو زي الجاموسه. وسالته السؤال حرفيا 3 مرات بشكل واضح، لكن هو من جواه بيقول بحبها ومموت فيها، ومن بره يقول لا ده احنا اصحاب عادي. ابقى اسمعك تاني بقى عمال تصيح وتقول عايز اعترف لها. المهم هو لما قال لها كده سكتت وفهمت انها اتسرعت. كمان الاكل كان وصل وباظ الاعتراف يا اللي منك لله. بس بالرغم من كده الاتنين من نظراتهم لبعض كانوا حاسين ان الموضوع عكس كده، وواضح انهم بيحبوا بعض. المهم هم راجعين كازويا سالها هي جدتها عرفت بحقيقه علاقتهم ولا لا، فقالت له لا ما رضيتش اقول لها، هي كانت مبسوطه انك موجود، فان اقول لها الحقيقه كانت هتزعل جدا، وحتى لو قلنا لجدتك انت هي كمان هتكرهنا احنا الاتنين، فخلينا زي ما احنا كده، وزي ما قلت لك هفضل معاك لحد ما تلاقي بنت ترتبط بيها وهساعدك في ده. فالواد قال لا يا نهار ازرق هنرجع للنقطه دي تاني؟ وفي وسط الشارع كده راح مزعق وقال لها احنا مش بنكدب عليهم، واعترف لها انه كان فعلا يقصدها بحبيبته المثاليه. فايشنو من المفاجاه وقفت تسمع هو هيقول ايه كمان، وفعلا الواد كان لسه هينطق اخيرا، لكن هوب لا اصحابه جايين يعزموه يخرج معاهم. اله يا رب كاوتش العربيه يضرب. يا جدعان اختاروا التوقيت يخرب بيت دماغكم، بس بصراحه العيب مش عليكم، العيب على الغبي التاني. كل ده قاعد معاها وجاي يعترف عند الباب، وبيبص لقاها دخلت شقتها، فيلا بقى ما بقاش عارف هي سمعت اللي هو قاله ولا لا. المهم هو راح مع اصحابه وهي دخلت تنام وسمعت اللي هو قاله، وكالعاده اتلخبطت اكتر ما هي متلخبطه. على الجانب الاخر بقى كتله الغباء بتاعنا راح يكمل شرب وصياح ويقول لهم يا جدعان حد يسلفني واحده من عنده ارتبط بيها. فكلهم قالوا له انت ناوي تخون ايشنو ولا ايه يالا؟ فقال لهم اخون ايه بس؟ وواحد من اللي قاعدين قال له بقول لك ايه يا كازويا، بما انك خبير في العلاقات قول لي اشقط بنت ازاي؟ فقال له انت كمان عايز نعلمك؟ كان القرد نفع نفسه يا عم. وتخيل انها لو كانت سمعت بقى الاعتراف كانت نزلت سفخته حته قلم بلعته لسانه. فصاحبه قال له سيبك من العته اللي انت بتعمله ده وركز معايا، جدتك كلمتني من كام يوم وطلبت مني اعمل لها تطبيق للكافيه بتاعكم. حلو؟ قال له حلو. تخيل بقى مين كان معاها علشان يساعدني؟ حبيبه القلب القديمه مامي. فكازو قال له نعم يا اخويا مش حلو. مامي مين؟ يا لهوي هم يعرفوا بعض، دي ممكن تقول لها على ايشنو وتخرب الدنيا، اكيد انت اللي جبتها علشان تعمل فيا المقلب ده يا كلب. فقال له يا عم والله ما حصل، ده هي اللي كلمتها وعرضت عليها يعملوا تطبيق مواعده علشان يعلي الريتش بتاع الكافيه والعيال الحبيبه يحبوه. فقال له طبعا جدتي مستعده تقلبه كباريه مش كافيه، ده لو ده هيجيب فلوس يعني انا عارفها. بقول لك ايه يلا انت لازم تخلص من الموضوع ده. وفضل طول الليل ولحد تاني يوم يكلمها لكنها ما كانتش بترد. وفجاه كده لقى مامي في وشه، فقال لها ايه الاخبار بقالي كتير ما شفتكيش، بس ايه موضوع التطبيق اللي انت بتعمليه لجدتي ده؟ عامل فيها عبيه المعلم. وقال لها خلي بالك الكافيه بتاعها
معاها ده افشل كافيه في البلد، فما تتعبيش نفسك. فقالت له لا ما تقلقش، ما التطبيق ده هيخليه اشهر واحد هنا. فقال يا رب تفشلوا والنت يفصل عندكم. هو خايف لا هي تعند وتقول لها وتفضح الموضوع، لكن هي قالت له ما تخافش مش هقول لها حاجه، وضحكت ومشيت. وطبعا انا وانت وهو عارفين لما الخنزيره دي بتضحك بتعمل ايه، اكتر واحده مش سالكه في الانمي. كمان هو ماشي قابل ايشينو بس وهي متنكره زي ما بتعمل في الجامعه، فقال استر يا اللي بتستر. بدانا تاني في وجع القلب بينها وبين مامي ولا ايه. المهم لما ايشينو رجعت البيت لقيت امي بيكلمها علشان عاملين حفله ممثلين كده وعايزها تيجي. ايوه بقى خلاص بقت مشهوره وبتتعزم على حفلات، وكمان قال لها تجيب الواد المساعد بتاعها معاها عادي، يقصد كازويا، وربنا لو سمع كلمه ولدي هيحط عليك يا امي علشان هو مش طايقك اصلا. المهم ان هو على الجانب الاخر كان بيتخانق مع جدته بخصوص موضوع مامي ده، وقال لها يعني بين كل اللي في البلد مش لاقيه غيرها. فقالت له هي اصلا كانت جايه تسال عن حاجه تانية، وبالصدفه فتحنا موضوع الشغل، فهي قالت اقدر اساعد يعني. فقال لها تساعد ماشي، المهم بقى عرفتها حاجه عن ايشينو؟ فقالت له اشمعنى؟ وبعدين هو انا بقيت بشوفها اصلا بسببك يا حيوان، اوعى تكون عملت فيها حاجه وخايف تتفضح. فقال لها لا بس علشان هما مش بيحبوا بعض فما تقوليش حاجه. فقالت له خلاص يا زفت. المهم هي عامله ايه دلوقتي، لسه زعلانه على موت جدتها؟ فقال لها ايوه شويه. فقالت له ماشي غور بقى علشان انا بلعب وما تضايقش ايشينو علشان هي مش حملك. شويه والباب خبط وتفاجئ انها هي، فكان فاكر انها اكيد جايه تتخانق معاه على الكلام اللي هو قاله، ففتح وقال لها والله انا ما كنتش اقصد ده، انا اتسرعت بس. فقالت له انت فاضي بعد بكره؟ فقال لها لا قصدي ايوه فاضي طبعا، هو في حاجه ولا ايه؟ فقالت له قومي عزمنا على حفله بمناسبه الفيلم، وقال لي هات المخرج معاكي. لا هو قال هات الواد اللي كان معاكي ده، ما تحوريش بقى. المهم هو قال لها طبعا موافق، مع ان قومي خنزير وانا مش طايقه، بس دخل قال فرصه تانية هي ابن الهبله، يلا بقى استغلها، بس يا رب قومي ده يطلع منها. وفعلا كازو يختار البدله بتاعت ابو نسمه وراح. ومن شكل الناس اللي هناك واللي واضح انهم اغنياء جدا قال انا شكلي كده جيت مكان غلط ولا ايه العيال دي. بس فتح الجي بي اس وتاكد ان ده العنوان، وكالعاده ايشينو لما جت خطفت الانظار كلها انها كانت امزز واحده موجوده، وكل اللي واقفين كانوا بيقولوا بقى المزه دي مع الواد اللي شبه الجزره ده. هو جزره فعلا عشان شكل شعره. وعلشان ايشينو كانت عارفه انهم بيتكلموا عليه قالت له معلش بقى انا عارفه انك مش بتحب التجمعات بس هم عزمونا مع بعض. فقال لها لا عادي. وكل اللي كان شغله هو انه اول مره يشوفها في فستان في حفله يا جدعان، فخلوه يعيش اللحظه. المهم اصحابنا طلعوا الحفله واللي زي ما العبيط توقعها مليانه ممثلين مشهورين، على عكس هو مش عارف هو ايه اللي جابه هنا. وجي اومي رحب بيهم، بس الغريب انه اتعامل مع ايشينو عادي يعني، ومشي وسابها علشان بنات تانيين. لكن جه واحد تاني يعرفها مسكها من ايدها علشان تنضم ليهم، وطبعا العبيط التاني واقف زي قلته، فقام مشغل اغنيه الدنيا ماشيه بظهرها ووقف على جنب يبكي على الاطلال، وصوت بطنه جايب لاخر الحفله من الجوع. نفسه هم يروحوا يرقصوا ولا حاجه علشان يهجم على البوفيه، لانه لو راح دلوقتي هيقولوا انه معفن. وعلى غير المتوقع بيبص لها ايشينو جايه ومعاها اكل ليهم هما الاتنين، فالواد بص لها كده وقال قلبي يا جدعان. بص الواد اومي محروق من جواه ازاي، احسن خليك كده مركز معانا يا كلب. فعلا وقتها اومي ما كانش عاجبه انه قاعد معاها، وقال اما بوظ الدنيا عليهم خلى كازويا في الحمام وراح يتكلم مع ايشينو. ولما بطلنا رجع قال له عايز اتكلم معاك في حاجه كده، فكازويا كان مستغرب هو عايز ايه ده. وهم واقفين دخل على حسابه لقاه عنده 250,000 متابع في عين العدو، فقال طبعا هيستغل شهرته ويقول له ابعد عنها وهديك 5 جنيه. لا يا باشا مش انا اللي بيع ضميري اقل من 5000. بس رجع قال لا فلوسي بس يا معفن انت، شوف هو عايز ايه ده. فقومي قال له مبروك على نجاح الفيلم، انا سمعت انك عملت شغل جامد جدا. فكازويا اتفاجئ وقال له شكرا يعني وكده، واستغرب هو بيتكلم معاه عادي كده زي ما يكونوا اصحاب وبيشكر في شغله. لا ده كمان قال له عايز اتصور معاك علشان متابعيني، وحسس كازويا انه توم كروز في نفسه. ما شاء الله الصوره فعلا تدل على وصامه بطلنا. بس بالرغم من كده هو كان حاسس ان الموضوع في إنه، وفعلا لا اومي بيقول له ايه رايك في الجمله دي، انا مش بكرهه برضه. فكازويا قال ايه ده بتكره مين ولا عايز ايه انت، هي دي جمله من فيلم. الجمله دي بقى للي مش واخد باله ايشينو كانت قالتها لاومي زمان لما سالها عن كازويا، واومي كان فاكر انها رفضته وقتها بس ما رضيتش تقول هي بتحب كازويا ولا لا، فقالت له الكلمتين دول بس. علشان كده هو بيشتغل صاحبنا لهبل بيهم دلوقتي. بس كازويا قال له ان اللي قال الكلام ده اكيد يقصد عكسه، فمعنى كده انها بتحبه مش بتكرهه. فأومي قال له فعلا انت صح، واخد رقمه ومشي. فكازويا قال في نفسه حد فاهم حاجه يا جدعان، ما اكيد هو مش مقتنع ان مخرج مفيش من اتنين يعني. ولما قابل ايشينو وقال لها على الموضوع وسالها عن الجمله اللي هو قالها دي، فهي اول ما سمعتها وشها قلب طماطم، وقالت له خلاص ما تقعدش تكرر فيها، وخافت لا يكون عرف ان هي اللي قالت الكلام ده عليه، ومشيت بسرعه. ولما طلعوا قالت له بقول لك ايه تيجي نمشي انا زهقت، فقال لها يا ريت والله. وفعلا نزلوا قعدوا تحت بعيد عن الدوشه، وقال لها كازويا على موضوع مامي وجدته
بس طمنها انه اكد عليها ما تتكلمش، فقالت له ربنا يستر وما نتفضحش بقى. قال لها لا ما تقلقيش، وقعد يفكر بسرعه في موضوع تاني بلاش السكوت ده، وسالها هي الحفلات دي بتتعمل كتير؟ فقالت له ايوه بعد كل فيلم. فقال في نفسه ايه الاجابه القصيره دي، وجه في دماغه يسالها هي ليه مش عايزه ترتبط بحد، خصوصا انها في مجال كله ناس مشهوره والشغل ده والكل بيعمل كده. بس رجع قال لا يا عم مش هسالها، هي شكلها مرتاحه كده. لكن في الاخر سالها برضه، مش بقول لكم عبيط. هي بقى فضلت بصاله ساكته وقالت له ايوه دي حاجه حلوه، كل اللي في المجال ده في علاقه في حياتهم. صحيح انا مش بحب وجع الدماغ بتاع الارتباط وكده، بس على الاقل هيكون حد واقف جنبي اخرج معاه احكي له مشاكلي واوقف الشغل على التطبيق ده علشانه. اللي هو يا حمار يا اللي بينطبق عليك الكلام ده كله ممكن تقول انا مثلا، او تشغل البطيخه دي. ولما هي مشيت قعد يقول انا كنت فاكرها بتحب اللي رايح واللي جاي وخلاص ولا مشاعر ولا بتاع، لكنها طلعت لا، وفي فرصه بما ان عمرها ما حبت حد بجد. فيانا يا هي بقى لما نشوف يا حالتها هتعمل ايه. تاني يوم لقيناه قايم واخد حبيتين شجاعه ورايح لروكا يقول لها انا بحب ايشينو وعايز اسيبك واروح لها. يخرب بيتك ده انت بتلعب كده في عداد عمرك يا ابني. طبعا هي فرجت عليه المكان كله، قال يعني هي مش عارفه، ما هي من اول ما شافت خلقته وهي عارفه انه بيحبها وبتحاول معاه علشان ينساها، بس جاله الجرأه يجي يقول لها كده في وشها. قالت له ما طبعا، حتى واحنا خارجين اي كلبه طولها فوق ال 160 وشعرها اسود بتبص عليها. تقصد ايه بس بالكلام الماسخ ده؟ يعني روكا قصيره مثلا؟ وكالعاده اديني يا ابني في فقره العياط علشان تخليه يسحب كلامه، واخر ما زهقت منه قالت له انسى اللي انت بتحلم بيه ده مش هيحصل، ومش هسيبك غير بمزاجي والا هصيطك في البلد كلها. ويانا الزفته التانيه دي. قال لها طب والتجربه اللي كنا متفقين عليها؟ قالت له عند الست الوالده ان شاء الله. وطلعت تشتم فيه وتقول اعمل ايه في البت دي، هي ملهاش اهل يسالوا عليها ولا ايه؟ وبالصدفه جه في دماغها حاجه، هو ليه الواد ده طلب فجاه ينفصل عنها كده؟ ما كل حاجه كانت ماشيه طبيعي، لا يكون ابن الايه ده عمل معاها حاجه. وطلعت جري تاني مسكته من رقبته وقالت له هتسمي المولود ايه يا خاين، وربنا لا بلغ عنك انت وهي. فقال لها ايه يا هبله انت الكلام ده، الحق المدير بينده انا ماشي. فقالت يبقى في حاجه بقى، وطلعت تجري وراه. وفي اخر اليوم لقيناهم راجعين مع بعض علشان تتاكد انه هيدخل شقته ومش شقه الحلوه التانيه. وبعد ما اطمن انها مشيت راح هو يشتري الحاجات اللي كانت ناقصاه من السوبر ماركت، وقال حتى لو روكا زعلت ايه يعني، انا لازم اخلص الموضوع ده. انت فعلا هتخلص الموضوع بس على الاخره ان شاء الله. ولما رجع لقى ايشينو جايه من بره، فكان عايز يقول لها اللي حصل مع روكا، وبكده هيبقى اسهل انه يعترف لها بقى ويخلصنا. ففضل ساكت شويه كده وقال لها انا خلاص مش هقدر اصبر اكتر من كده. فالبت وشها احمر لانها اول مره تشوفه بالشكل ده، وهوب لسه هينطق راحت هي جاريه فوق وقالت له مشغوله. قلبها كان حاسس انه هيقول لها حاجه بشكله ده، فقالت اما اهرب بسرعه، لكن على مين؟ قالوا ربنا ما هسيبك. وراح تاني يوم يخبط عليها يقول لها، لكن هي فتحت الباب فجاه جابت له ارتجاج في المخ وقالت له كويس انك هنا، تعالى بسرعه علشان انا شاكه ان مامي تعرف اننا اتقابلنا هنا. فقال يا لهوي ازاي؟ مش انت عرفتيها اننا بطلنا نتقابل؟ وبعدين عرفت اننا بنتقابل في البيت كمان؟ طب ازاي يعني؟ قالت له انا شاكه انها شافت شنطتي اخر مره لما كنا هنا، الشنطه كانت في وشها لما فتحت الباب يومها، وبعد كده لما قابلتها في المترو قعدت تسالني عليها، وانت عارفها خنزيره مش بتقول حاجه كده وخلاص، ومعنى انها عرفت اننا بنتقابل هنا يبقى خلاص هتقول لجدتك من غير تفكير. فالعبيط فضل يتنطط وقال يعني هو احنا ناقصين؟ روكا من الناحيه التانيه هي كمان دماغها سوحتها لافكار غريبه كده، فقالت له يبقى لازم نقلل ظهورنا قدامهم الايام الجايه على قد ما نقدر لحد ما نشوف مامي ناويه على ايه. فقال في نفسه نقلل ليه اكتر من كده بس. ولما مشيت قعد يفكر في حل للورطه وملقاش غير حل واحد، لازم يحاول الكذبه اللي هم فيها دي الحقيقه، واللي يعرف وبكده ما يكونش كذب على جدته وطز فيك يا مامي بقى، وروكا يبقى يبلغ عنها مستشفى الامراض العقليه ولا حاجه. وفكر انه لو راح فجاه كده وقال لها انها ترتبط بيه بجد هترفض لان الوقت مش مناسب. فقال هو مفيش غيره الزفت كيبي اللي ورطنا الورطه دي من الاول، وراح له الجامعه علشان يعرف اخر الحوار ده مامي هتفضل معاهم ولا لا. فقال له ايوه هي بدات شغل، وبعدين انت مالك في ايه من وقت ما عرفت انها معانا؟ انت لا مش سبتها وبقى معاك مزه احلى منها؟ فكازو قال له ما انت غبي ولا فاهم حاجه، وفكر انه يقول له الحقيقه واللي يحصل بقى. يلا خد نفسك كده وها انت يا ابني يلا. فضل ساكت برضه لحد ما خلصوا ومروحين، وكيبي عايز يعرف علشان يروح، والتاني عمال يجيب له كلمه من الشرق على كلمه من الغرب، ولمح له يعني انه مخبي سر على جدته لو عرفت هتزعل. فكيبي قال له بص بلاش احسن بدل ما تعمل فيها بتموت وتزهقنا، وانت عارف انها بتحب قعده المستشفى. وقعد يتكلم معاه شويه عن انها قد ايه عايزاه يكون مبسوط في حياته، فحاول ما تكدبش عليها يعني مش بتساعد انت والله يا كيبي لانه خلاص صاحبك قرر يتفضح. اخر حاجه كانت ممكن تيجي في بال ابطالنا بقى ان الحربايه اللي اسمها مامي تطلع عارفه ان ايشينو معاهم في الجامعه ومتنكره بشكل تاني. فجاه كده
كده لقيتها في وشها وبتقول لها تصدقي انك ممثله شاطره، كل ده محدش عارف انك نفس الشخص. فايشنو قالت لها عايزه ايه اخلصي. فمامي ادتها واحده ضحكه البراءه بتاعتها واللي عارفين ان بيجي من وراها احلى بلاوي، وطلبت منها يخرجوا مع بعض بعد الجامعه. وفعلا بعد ما خلصوا مامي اخدتها الكافيه جنب الجامعه وكانت بتتعامل بشكل طبيعي، لكن ايشنو كانت عارفه انها مش سالكه وزي ما تكون بتحقق معاها الخنزيره. سالتها عن جدتها وعلى كازويا وعلى الفيلم، وخلت ايشنو تتضايق لانها تقريبا عارفه عنها كل حاجه اول باول، بالرغم ان ايشنو بتحاول تخبي عليها اي حاجه جديده بتحصل. وسالتها من الاخر كده عايزه ايه، فماما قالت لها لا عادي، انا بس كنت بسال هل احنا على اتفاقنا زي ما كنا ولا لا، اصل سمعت ان كازويا بقى المخرج بتاعك. فايشنو اتوترت لان البت لسه حطها في دماغها بطريقه غريبه، وقالت لها ايوه لسه الاتفاق زي ما هو، انا بطلت اشوف كازويا. فماما قالت لها فعلا، اصل انا كنت عنده من فتره وشفت شنطتك هناك، ولا ممكن ما تكونش هي. فايشنو قالت في نفسها يا بنت الايه، ده عارفه كل حاجه، وعرفت انها لو كدبت عليها هتبقى بتاكد لها ان هي بتشوفه لسه. فاضطرت تقول لها ان الشنطه كانت عنده بس وقت تصوير الفيلم، انه كان بيظبط الازياء وكده، وما تقلقيش زي ما قلت لك انا دلوقتي مركزه في شغلي وماليش اي علاقه بيه. فمامي قالت لها ايوه كده طمنتيني، ويا ست لو علاقتك بيه كمخرج للافلام بتاعتك فانا مش مشكله، انا بس كنت زعلانه على الجده لانكم لسه لحد دلوقتي بتكدبوا عليها، لكن لو عليا انا فانا مش متضايقه انكم لسه مع بعض خالص. يا كدابه، انت مش شايفه شكلك عامل ازاي، ده عايزه تقوم تقتلها. وفعلا ايشنو كانت عارفه انها خنزيره وكل الكلام اللي بتقوله هتعمل عكسه، علشان كده كانت قلقانه منها. ومره واحده لقيتها بتمسك ايدها وبتقول لها انا عارفه ان كازويا بقى مزعج بالنسبه لك وحياتك باظت بسببه، علشان كده هساعدك تخلصي منه، واساليني انا كنت مرتبطه بيه وعارفاه كويس. فايشنو كل ده كانت مركزه معاها، وكان واضح ان البنت دي مش ناويه على خير خالص كالعاده يعني. في نفس الوقت ده كان بطلنا العبيط عمال يصيح كالعاده وقال هي ايشنو فين، ولما خرج كانت هي لسه جايه من عند مامي وشكلها متضايقه جدا. فحاول يتكلم معاها لكن فجاه موبايله رن، واستر يا اللي بتستر، ركب بترن. فالواد جاب عرق من كل حته ودخل بسرعه يكلمها بدل ما تفضحه، وزي ما توقع اول ما قال الو قالت له انت لسه فاكر ترد بعد 13 مره، بسببك جبت درجه زفت في الاختبار. فقال لها الله وانا مالي يا لمبي، هو انا اللي بذاكر لك؟ قالت له لا يا غبي، بس من يوم ما قلت لي انك عايز تسيبني وتروح للزفته التانيه وانا ما بقتش مركزه. فكازو قال بدأنا بقى، وايه المطلوب يعني مني، انا ورايا اعتراف دلوقتي، قصدي ورايا شغل. فاروق قالت له يا زباله في عز النهار كده، طب استنى بالليل حتى عشان الجو يبقى رومانسي والكلبه اللي عندك توافق. فقال لها استني بس وربنا ما في حاجه من اللي في دماغك دي. وهوب بطلنا لقاها قفلت الخط. هل قفلت كده والموضوع عدى؟ لا طبعا، اخر كلمه قالتها له انها بتلم شنطتها وجايه. فطبعا تقدروا تتخيلوا الواد كان مرعوب ازاي، حرفيا هو فضل واقف كده مكانه مش عايز يدخل. يعني ايشنو خرجت ورجعت يجي مرتين ثلاثه وهو فضل واقف كده لحد الغروب. وقتها لقى المجنونه جايه ومعاها شنطتها وبتقول له بص بقى انا قلت لاهلي انا هفضل بره البيت كام يوم كده. فقال لها حلو، قالت له ما انا هفضل معاك هنا. قال لها لا كده مش حلو خالص، وبص على ايشنو لا تكون رجعت وتشوفهم تبقى مشكله. وقال لها روكا حبيبه قلبي صدقيني مش هينفع تباتي هنا خالص، اصل رشش مبيد ضد الصراصير في الشقه. قالت له صراصير مين يا كلب انت تقصد ايه؟ فقال لها لا مش قصدي حاجه طبعا. وكالعاده ما قدرش يمنعها ودخلت الشقه عنده غصب عنه. يا اخي روكا دي مصيبه والله. على الجانب الاخر شفنا ايشنو في النادي بتفكر هي هتعمل ايه في الورطه دي، كل مره تحاول تبعد فيها عن كازويا بقى وتخلص الموضوع ده تلاقي نفسها بتقرب اكتر، وطلعت لها مامي دي كمان اللي عماله تهددها زي كل مره. المهم بس يا ايشنو خلص اللعبه دي بسرعه لان المعلم على الناحيه التانيه روكا زنقاه وهتعمل معاه السليمه. حرفيا فضل قاعد زي التلميذ كده يقول لها على كل حاجه سمعا وطاعه، ابعد عن ايشنو يا كازويا، حاضر، روح قول لها ان انا وانت بنحب بعض وهي تغور من هنا، حاضر، ومن غير ما تقولي هخرج من دماغي فكره ان اعترف لها دي خالص. فقالت له ايوه بالظبط كده. وبعدين خلاص انت رفعت معنوياتها بعد موت جدتها، ركز بقى مع معنوياتي انا ولا وربنا هعمل لك فضيحه. فقال لها لا وعلى ايه الطيب احسن. وبيبص لها بتبص له بصه القطط دي وبتقول له ما تجيب حته بقى وانت حلو كده النهارده. فقال لها لا استني بس، ايه جو المتحرشين ده؟ وقبل ما يعمل اي حاجه راحت خبطاه واحده تنفس صناعي يا عم الحاج، الله يخرب بيتك يا فاسكه انت. وقبل ما الامور تتطور اكتر من كده الباب خبط فجري يفتح، ويا ريته ما فتح الصراحه، لا ايشنو جايباله جدته وجايه. ويا لهوي على الفضيحه لما شافوا روكا معاه في الشقه كده، وكان واضح ان العداله واخده مجراها على الاخر. فهو قال لهم لا انا بريء وربنا احنا كنا بنلعب بس، وايشنو كانت عارفه وجايه صح ولا ايه؟ فايشنو بصت له كده وقالت له صح، لما نشوف هفضل اداري عليك لحد امتى؟ فقال لها لحد ما ربنا ياخد روكا، بس ما قلتليش بقى
يا حاجه ايه سبب الزياره؟ فقالت له بص بقى، جايبه لكم رحله 3 ايام بس ايه عنب العنب، وممكن تروح انت وايشينو وتقضوا وقت رومانسي مع بعض. فكازويا بص الروكا لقاها بتتحول حرفيا، فقال لجدته لا انا اصلا مش فاضي والله، بفكر اروح الادغال اصطاد اسد ولا حاجه يمكن ياكلني واخلص. فالجده قالت له ولا هتروح يعني هتروح، انا عايز ايشينو نفسيتها تتحسن بعد اللي حصل. فيا عيني الواد ما بقاش عارف يعمل ايه، وخصوصا انها ساكته زي ما تكون موافقه، والمصيبه كلها مش فيها، دي في الهبله التانيه اللي هتقتله. وهنا الجده بكل جدعنه قالت لروكا ايه رايك تيجي معانا انت كمان، هتبقى رحله جميله. فهي طبعا قالت موافقه من غير ما تفكر حتى، وصممت اكتر لما لقيتهم الاتنين اتوتروا، اللي هو كنتوا عايزين الجو يخلالكم يا حلوين لكن على مين، انا معاك في اي حته لو رايحين القطب الشمالي حتى. ولما لقيتهم هيحاولوا يتحججوا باي حاجه علشان ما يروحوش دبستهم هي، وقالت للجده هم فاضيين اخر الاسبوع. فكازويا قال لها يا حيوانه اخرسي خالص، انت ايش عرفك انا ورايا شغل؟ فقالت لها لا كداب اخر الاسبوع اجازه. وفعلا خلاص الجده كانت خارجه تكلمهم وتظبط الدنيا، لكن فجاه لقيت ايشينو واقفه قدامها وكان واضح انها عايزه تقول لها لا، لكن الغريب انها فضلت ساكته شويه وما رضيتش تتكلم، وما بقيناش عارفين هي بتعاند روكا ولا فعلا عايزه تروح مع بطلنا الحزين. خلاص الواد باللي هم عملوه ده عقله بقى زي البطيخه، وقال انا هروح انام احسن لي. ولما روكا وايشينو خرجوا راحت هي علشان تدخل شقتها، لكن هوب لقيت المجنونه داخله تزقها وقعتها على الارض، وقالت لها بص بقى علشان انا زهقت منك، ابعدي عن كازويا خالص انا بقول لك اهو، وعرفتها انها عملت له تنفس صناعي، فشوفي حالك بقى بعيد عنه ده لو عندك دم. ولما مشيت ايشينو فضلت ساكته وبتقول عندها حق البت دي، انا لازم ابعد علشان الموضوع ده يخلص. المهم يعدي الوقت بسرعه ويجي يوم الرحله الموعوده، واللي بطلنا مش متحمس لها اطلاقا، وعنده حق والله، ما بقاش عارف يخاف على زعل جدته ولا يقول لايشينو ولا يبلغ عن روكا وخلاص ولا ايه. وعلى الجانب الاخر كانت بطلتنا عماله تفكر في اللي البت روكا قالته، وما كانتش فاهمه حوار التنفس الصناعي ده بجد ولا هي بتغيظها وخلاص، امال منين بقى كان عايز يعترف لها. بس رجعت تاني تقول هم مرتبطين يعني عادي، وهي اصلا كانت موافقه على علاقتهم من الاول، بس كانت مستغربه هي ليه مفروسه من البت روكا دلوقتي. المهم انها قررت تركز في موضوع الرحله اللي جايه دي علشان تعدي على خير، وراحت تجهز علشان تلحق تخلص المحاضرات اللي وراها النهارده وترجع تلم شنطتها. ولما خرجت لقيت كازويا بيتكلم مع جدته، فعملت نفسها مش واخده بالها ومشيت. وطبعا هو كان مستغرب هي متضايقه من اللي حصل امبارح ولا ايه، بس هي لو ما كانتش موافقه كانت قالت لها لا، وهو طبعا ما يعرفش حاجه عن الكلام اللي روكا قالته لها، علشان كده هي متعصبه. وصيح بقى براحتك يا عم لهبل، ابقى قابلني لو عرفت تسلك معاهم الاتنين دول. المهم بعد ما خلصوا اللي وراهم راحوا كلهم عند المحطه علشان ينطلقوا. كل حاجه كانت على وضعها كالعاده، ايشينو لابسه ومتشيكه والكل حبيبها، وروكا على الناحيه التانيه واقفه تاكل في نفسها وعايزه تمسك صاروخ وتضربه عليهم. واخر حاجه كان يتوقعها صاحبنا بقى ان الجده تكون عزمت كيبي معاهم هي كمان من غير ما تقول له. فقال لها ايه بس اللي خلاكي تعزميه؟ وقال لي ايشينو وربنا ما كنت اعرف حاجه عن الموضوع ده. المصيبه بقى مش هنا، ده بيبص لقى جايب كوري كمان معاه، والوضع اتقلب مسخره. كوري يعرف روكا وكان بيحاول يرتبط بيها لو فاكرين، وكازويا كان مفهمه انه ملوش علاقه بيها، فازاي بقى متجمعين كلهم ومعاهم ايشينو في مكان واحد؟ واضح ان في حاجه. فكازويا يا عيني خلاص كان هيتشل، واخد كوري بسرعه للحمام يفهمه الحوار، وقال له بص اخر مره لما كنا مع روكا هي اتعرفت على ايشينو لانهم شغالين مع بعض في نفس التطبيق، وجدته النهارده طلبت معاها تعمل جدعه وعزمتهم، فالوضع زي ما انت شايف كده، فعدي اليوم وما تقولش انك تعرفها قبل كده. وجرى بسرعه يلحق روكا الهبله هي كمان بدل ما تتكلم، وقال لها ابوس ايدك اخرسي، قصدي لما نوصل هفهمك الموضوع فبلاش تتكلمي يعني بعد اذنك. فقالت له خلاص يلا انت فاكرني غبيه ولا ايه؟ انا اصلا ما فيش حاجه بيني وبين الواد ده، وسابته ومشيت. هي هدفها الوحيد النهارده انها تكون عازل بين كازويا والزفته التانيه. المهم بعدها القطر اتحرك وفضل بطلنا يصيح مع نفسه كالعاده، ولما ايشينو شافته قعدت تتكلم معاه علشان تشوف هيعملوا ايه في المشاكل دي. كمان عرفته انها جابت الخاتم اللي الجده كانت اديته لها معاها النهارده، وقالت له بصراحه انا مش هقدر اخليه معايا واحنا بنكذب عليها، خصوصا انها قالت لي انه مهم جدا لعيلتكم. فكازويا قال لها ايوه بس كده هي هتزعل وهتشك في الموضوع، خليه بس معاكي دلوقتي لحد ما نشوف اللي هيحصل. وفعلا بعد شويه وصلوا المكان المحدد، ولسه الاجواء ما كانتش مريحه خالص لاصحابنا. الوحيده اللي كانت عارفه تمثل في ده هي ايشينو لانها شاطره قوي. عندك بقى روكا كان باين على وش امها انها هتموت من الغيظ، خصوصا لما لقيت الجده طالبه 3 عربيات وعايزه كازويا وايشينو يبقوا مع بعض، اللي هو بسم الله الرحمن الرحيم كده من اولها. اما روكا دي شفافه ولا ايه؟ حاولت تبوظ الفكره باي طريقه، لكن الولا كوري كان واقف مركز معاها، فقررت تسكت، وقالت في نفسها ما هو اكيد يعني مش هيعترف لها في تاكسي، ولا ممكن يعملها ما هو غبي اركب لهم اجهزه تنصت ولا ايه. وغصب عنها ركبت في العربيه التانيه
وخلاص. المهم ابطالنا فعلا وصلوا عند الفندق، لكن طول الطريق فضل كازويا يفكر ان دي فرصة حلوة ليه، الرحلة والخاتم وكل حاجة مهيئة انه يقول لها، يحاول يطفي الروكا بس في اي حتة وكله هيبقى تمام. ولما نزلوا قال لها تخلي الخاتم بس معاها شوية كمان وهو هيبقى ياخده منها، فهي كانت مستغربة هو بيفكر في ايه ده، بس كانت حاسة ان في حاجة هتحصل هي مش مطمنة لها. لا انا عايزك تطمني خالص يا حبيبتي، لان بسم الله الرحمن الرحيم كده مامي هي كمان مستنياكم جوه، ويلا بقى انجوي. فيا ترى ايه اللي هيحصل مع بطلنا المتدهول واللي شكله هيتفضح في الرحلة دي؟ ده اللي هنشوفه في الحلقات الجاية. احنا كده لخصنا اول 6 حلقات من الانمي اهو زي ما انتوا طلبتوا علشان تبقوا عارفين الاحداث في اسرع وقت. فعايزكم تظبطوا الفيديو بقى وتعرفوني رايكم علشان لما الحلقات الجديدة تنزل الخصها على طول. واخيرا ما تنسوش تعملوا لايك واشتركوا في القناة علشان توصل لكم كل الفيديوهات الجديدة، ويلا سلام.